الجيش المصري هو الضمير الحر للوطنية المصرية. أقسم رجاله أن يفتدوا مصر وشعبها بأرواحهم وأجسادهم. ليس لديهم هدف سوى تغليب المصلحة الوطنية العليا. ونتاجا لحجم التدريبات والاستعدادات المكثفة التي قام بها الجيش المصري خلال الفترة الماضية، كانت المناورة قادر 2020 مناورة استراتيجية يقوم بها الجيش المصري بمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وجميع القيادات والهيئات والإدارات والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك لردع كل من تسول له نفسه المساس والعبث بسلامة الشعب المصري. المناورة قادر 2020 حماية وطن. وجاءت المناورة قادر 2020 تجسيدا لمعنى الاستعداد والكفاءة والجاهزية لقواتنا المسلحة المصرية، والتي بدأت مراحلها بمرحلة الإعداد والتخطيط وتدريب هيئات القيادة وعرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون للعناصر المشاركة، وكذا رفع الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات بواسطة ورش الإصلاح والصيانة. واستمرارا لتنفيذ مراحل المناورة، تم رفع حالات الاستعداد القتالي واصطفاف العناصر المشتركة من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. كما تم إجراء التحميل بالناقلات وبالسكة الحديد لتنفيذ خطة الفتح الاستراتيجي. كما تم تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القيادات والمناطق والجيوش الميدانية. وكذا إعادة التمركز للوحدات والقطع البحرية على امتداد السواحل المصرية. وتنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات بصواريخ الأعماق والتوربيدات. وتنفيذ عمليات برمائية. كل ذلك في تعاون وثيق مع القوات الجوية بمختلف طائراتها، والتي قامت بتنفيذ مهامها من القواعد والمطارات المختلفة وتوفير الحماية الجوية للقوات على كافة الاتجاهات. وقامت عناصر الدفاع الجوي بتنفيذ العديد من الأنشطة والرمايات. واتخذت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات المحمولة جوا أوضاعها لتنفيذ المهام لاستكمال مراحل المناورة. كما استمرت الجيوش الميدانية في القيام بأعمال مكافحة الإرهاب بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية. وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس. وتغطي قوات حرس الحدود مسؤولية جميع حدود مصر البرية وسواحلها ومياهها الإقليمية. وهكذا تؤكد القوات المسلحة أنها كانت وستظل عند حسن ظن الشعب بها، قوية وقادرة
على حماية الأمن القومي المصري والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب المصري، فرجالها يؤدون واجبهم بشرف من أجل هذا الوطن، وسيبقى شعارهم الخالد: النصر أو الشهادة.